بمناسبة الثانوية العامة، كان في واحد صاحبي كده ما كانش بيفوت حرفيا صلاة الفجر طول الثلاث سنين بتوع الثانوية العامة، ويقف في الصف الأول. كل ما انزل الاقيه يقف في الصف الأول، ما كانش يفوتها، لا في امتحانات ولا في غير امتحانات ولا في دروس. المهم جه في مرة من المرات بعد النتيجة ما طلعت، وهو كان جايب مجموع مش قد كده، فرحت قعدت معاه كده قلت له مالك يا محمد في ايه؟ قال لي يا اخو والله العظيم النهارده ما لحقتش الصف الأول وزعلان وبيكلمني وهو متضايق شوية كده قدام هتنزل من عينيه. رحت باصص له كده اللي هو يا ابني انا بقالي شهر ما مصليتش الفجر في الجامع. يعني حرفيا انا كان بقالي شهر ما تصليتش الفجر في الجامع. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر ولا انت اوفر ولا انا اللي ما بحسش ولا ايه بالظبط؟ راح باصص لي كده وقال لي الكلام ده ايام الثانويه العامه. راح باصص لي كده وقال لي تعرف يا احمد ان في صحابه ما فوتش تكبيره الاحرام لمده 40 سنه؟ تكبيره الاحرام اللي هي الله اكبر ورا الامام، ما فوتهاش لمده 40 سنه، انت متخيل؟ فالمهم بصيت له كده باستغراب وقلت له يا ابني انت يعني عايز اقول له انت فين وانا فين والناس دي فين، ولا انت بتفكر ازاي، ولا انا اللي اوفر ولا؟ يعني فهمت بقى معنى الكلمه دي في الاخر، اللي هو مفيش حد هيسبقك في الدنيا دي. مفيش حد هيسبقك في الدنيا دي، لا اللي معاه فلوس ولا اللي معاه ذهب. طبعا هي مطلوب ان هي تبقى موجوده الحاجات دي، بس موجود بالقدر اللي يكفيك. هتلقى اللي سبقك في الصف الاول. السلام عليكم.